اخواتي كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. اليوم جيتكم طريقة عمل الفاصولية او مثل ما بسموها بعض البلدان اللوبيا. تعالوا معي. اول شي بنجيب الطنجرة، بننزل بالزيت او بسمنة، شي اختياري. وبعد هيك رح انزل باللحمة والبصل. اللحمة والبصل رح احمصهم كتير منيح او اسويهم كتير منيح، ولازم عصارة اللحمة او المي اللي بتفرز اللحمة تطلع وتنشف، يعني لازم انشفها كتير منيح مشان ما يتم معي ريحة زنخة بعد النتيجة النهائية او بعد الاستواء النهائي. هلا نزلت بفليفلة مفرومة كمان بتعطي نكهة كتير طيبة. وبعد ما نشفت معي مية اللحمة نزلت بالدبس البندورة كمان، بس حمصته هيك كتير منيح بعد دقيقتين او 3 تحريك. هلا رح انزل بالمي، ويفضل تكون المي سخنة اذا كانت متواجدة، لانه المي الباردة على اي طبخة، مو بس الفاصولية، اي طبخة بكون فيها لحمة اذا نزلتوا مي باردة بتكز وبصير صعب استواء اللحمة معكم. وهلا رح نملح ونغطي الطبخة ونعيفها من 30 ل 35 دقيقة تعقد مع بعضها. طبعا انا حطيت ملح، هلا رح احط شوية فليفلة و100 جرام سكر. يا اخواتي السكر كتير مهم، بيعطي حموضة كتير طيبة للفاصولية. بعد 40 او 45 دقيقة فتحت، هلا رح انزل فوق الفاصولية طبعا انا نقعتها قبل بيوم وسلقتها باليوم الثاني نص سلقة مشان ما تخبص معكم الفاصولية على الطبخ. هلا رح اغطيها وعلى نار واطية كمان رح اعيفها من 30 ل 35 دقيقة. وهي كانت النتيجة الأخيرة. القوام كتير حلو والفاصولية يعني مي مخبوصة كتير طيبة، جربوها رح تدعولي. بس هيك، إذا كنتم من الأبطال وصلتوا معي لآخر الفيديو لا تنسوا تساووا لايك وتشتركوا بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله.